السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية على الفحم. هنعملها كده من الالف للياء، من اول التقطيع لحد ما نشويها ان شاء الله على الفحم. وهنعمل كمان لحمة. التتبيلة بتاعتنا دي تنفع للحمة وتنفع للفراخ. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله كده ونقطع الفراخ بتاعتنا. بفصل بس الجلد كده من عند الوركين، وهبدأ ان انا امسك الفرخة كده واقسمها نصين اهو. هنقطع بقى الفرخة بتاعتنا كده. انا بغسل الفراخ بتاعتي، يعني بعد ما هنقطعها ان شاء الله هنغسلها. بغسلها بدقيق وملح وخل وليمون، وبعمل زي عجينة كده وبدعك بيها الفراخ كويس، وبعد كده بحط عليها شوية من المية واسيبها يعني منقوعة حوالي ربع ساعة كده علشان تنزل كل الزفارة اللي موجودة فيها. وبعد كده بشطفها بقى كويس قوي، بتكون معايا زي القشطة وما فيهاش اي زفارة خالص. زي ما انتم شايفين كده بفصل الوركين عن بعض، وهبدأ ان انا افصل برضو كل ورك. هفصل الدبوس عن القطعة اللي هي قدام دي، وهعمل 3 فتحات كده في كل قطعة من الفراخ. هعمل 3 فتحات كده علشان تشرب كويس من التتبيلة اهو كده بالشكل ده. اتأكدي ان السكينة بتاعتك وصلت للعظم علشان في الاخر تديكي نتيجة حلوة. احنا طبعا دلوقتي من بالليل بنتبل الفراخ بتاعتنا او اللحمة بتاعتنا من بالليل علشان تديكي يعني افضل نتيجة، وبنحطها في التلاجة وتاني يوم بنبدأ ان احنا نشويها. الشوي ده ينفع ان انت تشوي طبعا التتبيلة دي على الفحم، وينفع ان انت طبعا تحطيها في الفرن، تحطيها على الشواية بتاعة الفرن، تحطيها في صينية وتدخليها الفرن. يعني اللي يريحك. مش لازم خالص ان احنا نشويها على الفحم يعني. وانا عامله لكم كذا طريقه على القناه للشوي، يعني للي حابب يعني يتفرج يعني ويعمل اي طريقه غير دي. تمام. جيت برضو على الصدر كده وهبدا ان انا اقسمه 2، وهقطع برضو كل جزء كده ل3 قطع. انا بقطعها لكم زي ما الراجل بيقطعها، يعني زي ما بتاع الكباب بيقطعها. بيكون مقطعها بالشكل اللي انا هوريه لكم يعني ده اهو. بنقطع الجزء اللي هو قدام ده كده لوحده، بعد كده الجزء التاني برضو بنقطعه لجزئين. عايزه اقول لكم ان هي الفراخ لما بتشويها على الفحم ما بتاخدش وقت خالص، ويعني ممكن نص ساعه وبتلاقي الفرخه معاكي استوت وبقت تمام التمام يعني. تمام كده اهو. فصلت برضو الجزء ده، وهستغنى كمان هشيل قصدي الرقبه علشان بس ما يبقاش شكلها كده مش حلو اهو. الرقبة برضو هنشويها، يعني مش هنرميها ولا حاجة، هنشويها. هي بس الجزء اللي هو بيبقى في الجناح ده اللي احنا بنستغنى عنه، اللي انا وريته لكم في الاول. هقطع انا بقى بقية الفراخ كده كده بعد ما قطعتها وغسلتها. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. عندنا بقى 3 بصلات كبار، بشرتهم وخدت المية بتاعتهم بس. وعندنا كمان طماطم مبشورة، دول 2 كده من الطماطم. ممكن تصفي الطماطم وممكن لا. عندنا 3 معالق من الزيت، و2 عصير ليمونة كبار، ليمونتين يعني كبار واخدة العصير بتاعهم. وعندنا معلقتين برضو كبار من الخل. الكوباية دي صغيرة جدا، هي الليمون على الخل. دي كوباية اللي هي بتاعة القهوة. نيجي بقى على البهارات او التوابل. يعني عندنا طبعا اساسي ملح، فلفل اسمر، ورشه من الروزماري ورشه من الزعتر. الزعتر والروزماري ممكن تستغني عنهم، بس هم بيدوا طعم حلو جدا للحاجات يعني المشويات عموما. من كل حاجه كده رشه صغيره. هو الفلفل بس الاسمر هو اللي كتير شويه، بس الروزماري والزعتر رشه صغيره. تعالوا بقى نحضر بقى التتبيله بتاعتنا. هننزل الليمون والخل على البصل، ميه البصل والزيت. الزيت مهم جدا علشان بيدي طراوة للمشويات عموما، يعني اي مشويات حطي فيها زيت بيدي طراوة كده للمشويات، ما يخليهاش تنشف معاكي. تمام. هقلب بقى التتبيلة بتاعتي كويس جدا مع بعض. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير واشتراك في القناة طبعا لو انت جديدة، علشان تشرفيني وتزودي كده عيلتنا الكبيرة عيلتنا الصغيرة. تمام.
بس هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، هقلبهم بقى مع بعض كويس قوي علشان ننزل بيهم. هاخد طبعا جزء منهم للحمه عشان في لحمه زي ما قلت لكم، وجزء للفراخ. هي عندي انا كنت عندي حته لحمه يعني صغيره كده ضاني، وهاخد لها يعني شويه من التتبيله دي. زي ما قلت لكم التتبيله دي بتاعه الفراخ وبتاعه اللحمه. هي اللحمه الضاني الصراحه يعني محدش عندنا بياكلها غير مشويه يعني. الصراحه مش ما بتحبناش يعني وهي مسلوقه. بيكون طعمها فعلا فظيع جدا والريحة فيها مش حلوة، لكن لما بتتشوي يعني بتبقى جميلة جدا. ادي اللحمة الضاني مقطعاها يعني مكعبات مش كبيرة قوي مش صغيرة. هنزل عليها بقى بالتتبيلة. هجيب بس معلقة كده علشان ما اعملش بمعلقة الفراخ، تبقى كل حاجة ايه منفصلة يعني عن التانية. هنزل بقى بالتتبيلة على الفراخ. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي كنا بالليل، ولازم الحاجات دي كلها تقعد اقل حاجه 12 ساعه في التتبيله علشان تديكي طعم يعني طعم حلو يعني. تمام، هقلبهم بقى وادخلهم التلاجة ونشويهم بقى ان شاء الله تاني يوم. كده تاني يوم رصيت الفراخ في الشوايه، وعندي سيخ بقى هحط فيه اللحمه ونروح على الشوايه بتاعتنا. طبعا حاطين فحم اسفه، ولعناه وخليناه يصفى خالص، وبعد كده حطيت عليه الفراخ اهو. كده بنشويها. انا كنت واقفه في وش الهوا، فكان الدخان كله عمال يطلع عليا. كده خلاص كانت الفراخ بتاعتنا استوت. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه لو انت جديده، علشان ان شاء الله لما انزل اي فيديوهات توصلك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.